بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل بسبوسة الزبادي بطريقة سهلة وسريعة وحلوة جدا. في 10 دقايق بالظبط هتكون خلصانة معاكم. شوفوا معايا الطريقة والوصفة وان شاء الله تعجبكم. بجد من اسهل واحلى الطرق اللي ممكن تعملوا بيها بسبوسة. هنبدأ نجهز المقادير بتاعتنا. معايا هنا كوباية من الحليب، هحط عليهم كوباية من الزبادي، هنحط عليهم كمان نص كوباية من السكر، ونص كوباية من الزيت. دي كده المكونات السائلة، هنقلبها كده كلها مع بعضها لحد كده ما الزبادي يدوب ويختلط مع المكونات كلها. هنقلب فيهم كده كويس جدا لحد ما كله يختلط مع بعضه والزبادي يدوب مع الزيت والسكر كمان يدوب. خلاص كده كانوا دابوا كده كلهم كله مع بعضه. هبدأ بقى اجهز معايا هنا كوباية ونص من سميد البسبوسة، هحط عليهم كوباية من جوز الهند، وكمان معايا معلقتين كبار من الحليب البودر، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنقلبهم بقى كده كلهم وندخل المكونات كلها كويس جدا مع بعضها. طبعا احنا هنا مش بنعجن، احنا بس بنقلبهم كده، هندخل المكونات كلها مع بعض وخلاص على كده. بجد من احلى الطرق اللي تعملوا بيها بسبوسة، سهلة وسريعة وما اخدتش وقت خالص والله. جربوها وقولي رأيكم فيها. شايفين ده كده كان شكلها بعد المكونات كلها ما دخلت في بعضها. هجهز بقى الصينية بتاعتي، هحط عليها المادة الدهنية اللي هندهن بيها الصينية دي. معلقة من السمنة البلدي، تقدروا تحطوا اي مادة دهنية عندكم، معلقة زيت، معلقة سمنة، معلقة زبدة، اللي موجود ومتوفر عندكم حطوه. هنوزع كده السمنة في الصينية كلها بالشكل ده. كمان لو مفيش مثلا، لو مش عايزين تحطوا مادة دهنية تقدروا تحطوا طحينة. معلقة الطحينة بردك مع البسبوسة بتبقى حلوة جدا. هنحط بقى الخليط بتاعنا كده كله في الصينية وهنوزعه في الصينية كويس جدا. شوفوا احنا مستخدمناش ايدينا خالص ولا حطينا ايدينا في الخليط ولا اي حاجة، كله بالمعلقة كده اهوت وفضيناها حتى في الصينية. هنخبط كده الصينية خبطتين بحيث ان الخليط كله يتوزع في الصينية ويبقى بالشكل ده. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة من 25 دقيقة ل30 دقيقة. خلاص هنا كانت خلاص خلصت بقى واستوت معايا. هنا هو الشربات، طبعا الشربات بارد والبسبوسة سخنة. جهزنا الشربات، عملناه قبل كده كتير. كوباية ونص سكر، عليهم كوباية ونص من المية، واول ما السكر يدوب ويغلي الشربات بنحط عليها نص عصرة ليمون، وبعدين نسيبها تغلي لمدة 10 دقايق. هنحس كده ان الشربات بدأ يتقل شوية، خلاص بقى بنرفعه من على النار ونسيب الشربات يبرد خالص. معايا بقى هنا شوية من جوز الهند هزين بيهم كده الصينية، وكمان معايا شوية من الفستق. وهنا الفستق هنا اختياري، يعني مش موجود ومتوفر خلاص بلاش منه، كفاية جوز الهند. بجد كوصفة حلوة جدا وسهلة وسريعة، وجربوها وان شاء الله تعجبكم. ده كان شكلها بقى خلاص بعد ما خلصت خالص. طبعا هي كانت لسه سخنة، انا هقطعها برضو كانت لسه سخنة. فانتوا لو معاكم وقت تقدروا تسيبوها لحد ما تبرد وتهدى خالص، بجد هتلاقوها معاكم حلوة جدا. هبدأ بقى اقطعها معاكم عشان اوريكم شكلها، واوريكم شكلها كمان من تحت. ده كان شكلها كده بعد ما خلصت خالص.
والله كانت حلوة جدا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، جربوها وقولوا رأيكم فيها. وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. يا رب الفيديو لو عجبكم تقدروا تضغطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان اي وصفة جديدة انزلها توصل لكم على طول ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد.